السلام عليكم خوتي خواتاتي المهمات صحاباتي، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بأسم صحة ان شاء الله. نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله روتين جديد، فيديو جديد ونهار جديد. ان شاء الله غنشارك معكم النهار ديالي كيفاش غيدوز وشنو غنوجد فيه، وداكشي اللي غادي نوجد فيه اللي قسم الله غادي نوجدو معكم. قبل ما نبداو بلا فيديو نبداو بالصلاه على النبي باش الله يبارك لنا في النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بديت معكم نهار من الصباح من الفطور ديالي ملي ديت ولدي للمدرسه. جيت عاد دكيت الانسولين ديالي خديتها وغادي نفطر ان شاء الله. فطور ديالي متواضع عادي ديال الناس دراوش. المهم هاد الفيديو راه نهار اثنين درتو نهار اثنين غير ما حطيتوش معكم البارح والبارح. هنايا كنا في السوق نهار الحد وشرينا الفول والحمص ودرتو في الثلاجة، وبقى حتى الغد درت ليه المطيب مزيان، عاود درت ليه المطيب وصفيتو ودرت ليه الكمون وشويه الملح وشويه التحميره، ودرت اتاي مسوس وشويه زيت العود وفرماجه ومحيريشه. وهذا هو الفطور ديالي متواضع. المهم في الفطور شويه شويه كنبزز عليا الماكله. الفطور كنفطر مزيان، ماشي بحال الغدا وماشي بحال يعني الغدا ما كنقدش ناكل، وفي العشاء يعني كنبزز عليه، ولكن في الفطور شويه بعدا كنفطر شويه مزيان. صافي. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم كنتمنى يعجبكم الروتين ديالي والنهار ديالي، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ولا عجبكم هكا هاد الروتين ما تنساوش خاصكم من اللايكات ومن البارطاج فضلا وليس امرا. تعاونوا مع خاصكم باش نطلع قناتي راه باقا صغيره، وبكم نتوما باش غطلع الا ساعدتوني وعاونتوني بالبارطاج وباللايكات وبهذا راه غادي نطلع الحلم ديالي انني نطلع قناتي ونولات انا يوتيوبرز كبيره. وانا كنطلب من الله الا طلعت لي قناتي غادي ان شاء الله ندعم القنوات الصغيره. أه هادشي اللي كنتمنى. صافي المهم مني فطرت ودزت للميانات غسلتهم، هذا غادي ندوز للغدا. غادي نوجد هنايا طويجين بالدجاج. شحال ما شريت يعني كانت قاد عليا الدجاج وشحال ما شريتو حتى داك النهار عاد شريتو قطعتو درتو في فريكو وخديت شويه اللي غادي نتغداو عليه درتو في الطويجين. انا كتعجبني المرقه في الطاجين، ما كنحملش المرقه في الكوكوط ولا في المرقه في الطاجين، كتجي زوينه وكتجي خاطره. وهذا ما كان مهم. كل مره وكنوعو كل مره وشنو كنديرو كل نهار ورزقو، وحنا غاديين مع الحياه ومع الدنيا. ايوا هذا ما كان خواتاتي. هنا الطويجين ديالي درت فيه شويه سماطيشه سوريج كتجي زوينه في الطاجين. عرفتي فين غير جربوها دابا راه دا وقتها راه موجوده. طوماط سوريج راه دايره غير 3 دراهم الكيلو. فنه صافي. درت بصيله شويه الربيع راه جبته من الكونجيلاتور كان تقاد ليا يلاه غنشريه. صافي هنايا درت العطريه ديال الدجاج. راه كلشي كيعرف يطيب، حنا راه ماشي كنبانو على بعضياتنا بالعكس، هي كنبغيو نشاركوا معكم نهارنا كيفاش غيدوز وكنستافدوا من بعضياتنا وكنبقاو نتحدثوا من بعضياتنا وصافي. يعني حاشا واش نبانوا على بعضياتنا، راه كل واحد عنده رزقه في دارو. ايوا الحمد لله الله يدومها. آه، نعمه ان شاء الله على الجميع. قلت لك هنايا صافي درت الدجاج كيتقلى. دزت الديسير كان جاب لي راجلي شويه ديال الديسير ما كنقدرش ناكل داكشي. ومع السكر نتوما عارفين السكر داكشي خاصني ناكل هكا الديسير بزاف ولا الخضره بزاف. المهم ثاني الديسير ما نكثرش منه، راه حنا عندنا الحق في فاكهه وحده في النهار. غير دابا مع الحمل كيطيح لي السكر خاصني ضروري ناكل هذا نكثر من الديسير شويه ومن. ايوا صافي هنا راه ستفت داك الديسير. هنا الكوزينه راه تشطح مواعن. ايوا صافي هنايا من بعد ما تشحر ليا داك الدجاج تقلى ليا مزيان. هنايا درت شويه الخضره، درت بطاطا عاديه ولدي كتعجبو بطاطا عاديه هو وراجلي. انا درت ليا شويه البطاطا حلوه وشويه القرعه ديك الدايره القرعه الخضراء. صافي غادي نستفهم هنايا كاملين في الطويجين. المهم راه غير كيغلى الطاجين صافي وكنقص عليه بزاف حتى كتبغي البوطه طفى. كناخد ديك الطوماط سوريز كنزين بها حتى هي كتجي في الطويجين زوينه. غير جربوها. هنايا خديت بصيله حتى هي زينت بها من الفوق. وصافي هذا هو الطويجين ديالي المتواضع. هنايا درت شويه الحامض مصير اللي كنت شاركت معكم شحال هادي في الفيديو السابق. وهنا درت شويه الفلفله حاره كتعجب راجلي. صافي هنايا راه غنقص عليه ونخليه حتى يطيب على خاطره. صافي هنايا كان راجلي مسكين معاوني قال لي غنصاوب لك انا العصير. ايوا صافي كيسرع هو العصير الصراحه. هنايا راه داير شويه
داك سميتو الكيوي، داير الليمون، داير البنان، داير داك الفاكهة راه كنسى الكاكي ولا ماعرفتش كيقولوا ليها صافي ودار الما وطحنو وصافي، وحنا ما درتش السكر، ما درنا السكر حيت داك الكاكي حلو والليمون حلو وكلشي حلو، يعني ما درتش فيه حس السكر. وكان هذا هو الغدا ديالنا المتواضع طويجي من بعد ما طاب، جا معلك وجا كيشاهي، وهذا العصير اللي وجدت راه ما تسخاوش تشبعوا منه. دابا راه الفواكه تبارك الله كلشي موجوده، والخضره راه شويه الحمد لله ما بقاتش غاليه كما كانت، يعني ما حدا وكتنقاص محرشات. يعني انا ما كنعجنش الخبز بزاف، اكثريه كنجيب جوج محرشات ثلاثه كيقدونا. ايوا اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. صافي هنايا خواتاتي من بعد ما ساليت الكوزينه، غسلت الميعنات وسالينا الغدا، تغدينا ونضت غادي انا ما نعس ما والو، قلت غادي نوجد واحد الكيكه الكوتي. المهم هنايا راه درت فيها جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الحليب، رشه ديال الملحه وكاس ديال الزيت. هاد الكيكه كانت دارتها واحد الصديقه ديالي حتى هي عندها قناه كريمه امونه، دارتها وعجباتني، قلت غنجربها تقريبا بحال اللي كنت حطيت ليكم. هنايا جوج معالق تقريبا ديال الكاكاو بودر، درت ساشي ديال الفاني، 3 ديال الخمارات، المهم بلا بيض بلا دانون بلا حتى شي حاجه، بحال الكيكه اللي درت لكم سابقا تقريبا بحالها. المهم انا ضاعفت المقادير باش غنديرها في المول كبير باش نعطي منها للدار. وبغيتو ديروا فيها قشور ديال الحامض ولا الليمون، هنايا عندي بودره الليمون كتصايبتها معكم شحال هادي راه غتلقاوها في القناه عندي، دايرها في الفريغو فين ما كندير هكا كيكه ولا كروس ولا هذا كنديرها. صافي هنايا الخليط كيبقى جاري شويه، كيبقى خفيف شويه. هنا المول ديالي راه دهنته بالزبده وشويه الدقيق ودرت فيه الكيك ديالي وغندخلها للفران، الفران يكون سخون ورميوها من الفوق ولتحت شايله العافيه. صافي وتخليوها تطيب على خاطرها وطفيو عليها. صافي هنايا دخلتها للفران ودزت الحريره حتى هي غنصاوبها في العشاء. شهيت الحريره وراجلي شحال ويقول لي ديري الحريره ديري الحريره. صافي قلت داك النهار نط فيا الحماس والحداقه يا اختي، ونضن ندير اليوم هادشي كامل في نهار واحد. الحمد لله بعدا فاتت هذيك الفتره ديال اللوحام كانت صعيبه عليا، ما كنت كنقدر ندير حتى شي حاجه. الحمد لله 3 شهور ها هي فاتت وشويه وليت كنوض وليت كنشقى. صافي هنا درت القزبر والمعدنوس والكرافس كلشي طحنتهم مع بعضياتهم. درت هنايا مطيشه حتى هي غادي نطحنها في هاد الهاشوار. الله الا هاد الهاشوار نفعني حقمونا انا الا الله يرحم اللي خرجوا، دار فينا خير والله. صافي هنا غنطحن فيه مطيشه حتى هي، ما غادي نضيف لها لا ما لا حتى شي حاجه. وغادي نضيف الكوكوت، هنا راه غندير كميه كثيره حقاش مع ماما ضروري اللي طيبتها كنعطي منها للدار لتحت. صافي هنا درت الحمص راه ديجا مرطباه، غادي ندير التحميره، غندير سكينجبير. المهم العطريه ديال الحريره راه كلشي حادق تبارك الله، وصل بالمغربيات حادقات فين ما مشيتو. صافي درت شويه الخرقوم مطحون، شويه الخرقوم ملون، مطيشه الحك. هنا درت غير شويه الشحمه، ما كانش عندي الحيمات ولا عظيمات وهكا، موالفه كندير فيها العظيمات ديال الحولي كتجي زوينه. صافي والزيت وغنخليها حتى ما درتش الملحه تتقلى مزيان، وغادي نروي عليها ونسد عليها. تيبان ليا الحمص بدا كيطيب عاد غنرمي العدس. ملي يبان ليا الحمص بدا كيطيب صافي رمي العدس ونخليه تا هو يطيب تا هو. صافي ونطفي عليها. صافي خليتها كطيب، وهنا دزت الكيكه من بعد ما دخلتها للفران غادي نصاوب ليها السيرو ديالها باش غنسقيها. المهم ممكن نتوما تسقيوها بالحليب، ممكن تسقيوها، انا درت غير الماء، يعني كيكه اقتصاديه. درت جوج كيسان ديال الماء، السكر حسب الذوق، فيا الفاقد بدات ما تضحكوش عليا صافي هنايا درت الكاكاو المر، كان عندي كاكاو المر داكشي اللي بقى عندي درتو. المهم غادي نخلط كلشي مع بعضياتهم وغادي نردو فوق البوطه حتى يولي على شكل سيرو. المهم راه كانت تقطع ليا المقطع ديال البوطه، ضروري درتو فوق البوطه تيولي على شكل سيرو، نخليه حتى يبرد. حيت ملي كتكون الكيكه سخونه خصك ديري السيرو بارد، ولا تكون الكيكه بارده وديري السيرو سخون، المهم يكون العكس. صافي كان تقطع ليا داك المقطع درتو حتى ولا بحال شكل السيرو، يعني بقى كيطبخ واحد شويه بحال شكل السيرو. صافي وطفيت عليه. هنا الكيكه راه خرجت ليا، هنا الكيكه راه درتها في مول كبير حقاش ضاعفت المقادير. حيت كديري غير كاس حليب وكاس ما ونص كاس زيت، هذه درت فيها جوج كيسان حليب وجوج كيسان ما وكاس عامر ديال الزيت. صافي هنايا ثقبتها كامله بالفورشيط ولا باي حاجه، غير باش هذاك السيرو كيدخل معاها لداخل وكتجي معلكه من الداخل.
صافي كيف ما كتشوفوا راه ثقبتها بديك المغرف كامله من الفوق، وغادي نسقيها كامله. المهم السيرو عندي راه بارد والكيكه سخونه. صافي كيف ما كتشوفوا المهم غنسقيها مزيان بالسيرو، راه غتشرب هداك الشيء كامل راه غتشربو. ملي غادي تقطعيها من الداخل كتجي معالكه. صافي كيف ما كتشوفوا المهم هاد الكيكه راه دارتها قناه كريمه امونه، الصراحه كدير داكشي زوين واقتصادي ديال الدراوش، ودائما كديرها. ودارتها حتى قناه الاء ودعاء وعجباتني، قلت والله حتى غنجربها. ايوا جربتها داك النهار والله الا عجباتهم، هي ولا ديك اللي كدير ديك النهار جات طالعه منفوخه مفشفشه، يعني تقريبا نفس المقادير. صافي هنايا من بعد ما تشربت ليا داك السيرو كيف ما كتشوفوا انا غنشد هنا الكاكاو المر. آآ كاك عفوًا كاكاو الحلو ديال اللي كيدار في الحليب، هداك كاوبيل ولا. المهم خليتها حتى بردات وشربت مزيان، وغادي نرش عليها داك كاوبيل من الفوق. راه كتجي زوينة شكلًا ولا مذاقًا، والله العظيم كتجي الشكل ديالها زوين، والمذاق ديالها راه فنة بداك الكاكاو الحلو كتجي واعرة. صافي كيما كتشوفوا غنرشها كاملة بداك الكاكاو الحلو من الفوق. المهم أنا عجباتني وجربتها، وشكرًا ليك كريمة أمونة من هاد المنبر عجباتني الكيكة وأنا جربتها، وتبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. وقناتها راه زوينة، البنات غير يدخلوا عندها، وبزاف البنات قنواتهم زوينة وكيستحقوا أنهم تطلع ليهم، كيستحقوا التشجيع والله العظيم. صافي هنايا غادي نقطع معاكم. هنا راه بردات واحد شوية، المهم بقى شوية سخونة. المهم غادي نسالي ندخلها الثلاجة بين ما طيب ليا الحريرة ان شاء الله حتى الليل. راه صايبتوها مع ديك الربعة العشية بحال هكا وجدتها وغنديرها في الثلاجة حتى الليل ان شاء الله. يجي راجلي ونحط ليه الحريرة ونحط ليه منها حتى هي، ويبقى راه نعطي منها للدار، وغيبقى منها ان شاء الله يشيط منها، راه حيت المول عندي كبير. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا حطيتها في طبيصيل، وغادي نجربها معاكم، وغادي تشوفوا كيفاش جات معلكه وجات مفشفشه وهادشي جات زوينه. ما تسخاوش تشبعوا منها، غير جربوها حنا مع الاقتصاد. كما قلت لكم هما يغليو حنا نقتصادوا، المهم كيكات ديال الاقتصاد اقتصاديين. صافي هنا راه جات معلكه من الداخل، جات مسقيه مزيان. وجربوها حتى نتوما، كنتمنى نتوما تجربوها وتعجبكم، وتخليو لي شي تعليق تقولوا لي درناها وجاتنا زوينه اختي. ايوا هذا ما كان دخلت الثلاجه تبرد واحد شويه. صافي هنا دزت الحريره هنا راه تقريبا شي 6:30 ولا 7. صافي بقى راجلي بقات لي نص ساعه ويجي، غندور الحريره باش يجي يلقاها طايبه نحط ليه كي يجي من الخدمه يجي فيه الجوع. صافي هنا الحريره راه حولتها في هاد البرمه حيت درت كميه كثيره باش نعطي للدار تما. وهنايا راني دورتها درت الدقيق. صافي وملي طاب هذاك الدقيق عاد غندير الفداوش الشعريه. صافي ملي كنحس بالشعريه طابت صافي راه كنطفي عليها. المهم شهيتكم في الحريره اختي. ايوا هذا هو العشاء ديالنا المتواضع خفيف ظريف. تهينا الحريره، درت الحريره حطيت معاها الكيكه حتى هي. مني جرنا راه كليت منها واحد شويه طرف، وعطيت منها لولدي طريفهم مع الجوج، وعطيت منها للدار عجباتهم بلا بيض بلا دانون جات فنه. ايوا صافي حطيت شويه ديال التمر وشويه الخبز، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. و كنتمنى يعجبكم الروتين ديالي ديال نهاري كيفاش داز، وكنتمنى تشجعوني في القناه ديالي وتدعموني باش تطلع ان شاء الله. وان شاء الله راه غنبقى ديما نعطيكم الجديد وكل ما عندي. كانت نهايه الفيديو خواتاتي، نخليكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. احبكم في الله.